بيان من الديوان الملكي: ببالغ الأسى والحزن ينعى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكافة أفراد الأسرة والأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حيث وافته المنية في تمام 1:01 من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 3/4 1436 للهجرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته، وعزاؤنا تمسك هذه الأمة بدينها القويم، فجزاه الله عن الإسلام وعن هذه الأمة وعن المسلمين كافة خير الجزاء. وقد تقرر الصلاة على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بعد صلاة عصر هذا اليوم الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، ولله الأمر من قبل ومن بعد. كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: بيان من الديوان الملكي: تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود البيعة ملكا على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم، وبعد إتمام البيعة وبناء على البند ثانيا من الأمر الملكي رقم ألف وتاريخ تقسيم 86 وتاريخ 26/5/1435 للهجرة، الذي نص على أن يبايع صاحب السمو الملكي الأمير مجر بن عبد العزيز آل سعود أن يبايع وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية يحفظه الله لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير مجر بن عبد العزيز وليا للعهد، وقد تلقى سموه البيعة على ذلك. وستبدأ البيعة من المواطنين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمير مجر بن عبد العزيز يحفظهما الله بقصر الحكم في الرياض بعد صلاة عشاء هذا اليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى.